تعتبر أبخازيا مفترق طرق فريد من الحضارات التي كانت جسراً يربط بين أوروبا وآسيا اقتصادياً وسياسياً من العصور القديمة، وقد عبرت الكرفانات التجارية لطريق الحرير العظيم في قديم الزمان هذه الأراضي. ويبلغ عمر أبخازيا أكثر 1200 سنة، ويعتبر الأبخازيون من أقدم شعوب القفقاز. في منتصف الآلاف الأول قبل الميلاد كانت أبخازيا جزءاً من مملكة كولهيس التي تم وصفها في كتابات المؤرخين اليونانيين القدماء. تشكلت المملكة الأبخازية في نهاية القرن الثامن، وكان أول ملك لها ليون الثاني، وحدت سلالة ليونيد القوقاز بأكملها. تقع جمهورية أبخازيا في الجزء الغربي من جنوب القوقاز بين أنهار إنغور وبسخو على الشمال الشرقي، وحدود أبخازيا الشمالية مع الاتحاد الروسي، وحدود أبخازيا الشرقية مع جورجيا. أما من الجنوب يحدها البحر الأسود. طول الساحل البحري هو 240 كيلومتر، وتبلغ مساحة أراضي أبخازيا 8.7 آلاف كيلومتر مربع. تعتبر أبخازيا بلد جبلي مع مجموعة متنوعة من المناطق المناخية. حوالي 70% من الأراضي تحتلها المناطق الجبلية المتوسطة والعالية. عاصمة جمهورية أبخازيا هي آكوا التي تسمى سخوم باللغة الروسية. يتم انتخاب رئيس الدولة بالتصويت المباشر لمدة 5 سنوات، ويدير الرئيس مجلس وزراء للاطلاع بالأنشطة التنفيذية. هيئة التشريع في أبخازيا مجلس الشعب الذي يتألف من 35 نائباً، وينتخب مجلس الشعب لمدة 5 سنوات. وتمارس السلطة القضائية من خلال المحكمة الدستورية والمدنية والإدارية والجنائية، والنزاعات الاقتصادية يتم حلها من قبل محكمة التحكيم. اعتباراً من 1 يناير 2015 بلغ عدد سكان 243 ألفاً شخص، ويبلغ عدد سكان الحضر 50.3%، بينما تبلغ نسبة سكان الريف 49.7%. وأحد أهم الأمور في السياسة الديمغرافية الدولة هو إعادة الأبخازيين العرقيين إلى وطنهم التاريخي. ويتضمن قانون الجنسية حكماً بمعاملة جميع الأبخازيين الإثنيين الأباضة كمواطنين. مواطنون من جمهورية أبخازيا هم أبخاز الجنسية أباضة، بغض النظر عن مكان إقامتهم وجنسيتهم التي يحملها من دولة أجنبية. تعتبر أبخازيا بلد صغير ذو إمكانيات اقتصادية عالية، وأهم دفع كبير للتنمية الاقتصادية الجمهورية هو الاعتراف باستقلالها من جانب الاتحاد الروسي وعدد من البلدان الأخرى. وعلى مدة السنوات 5 إلى 10 الماضية ازداد إنتاج في جمهورية أبخازيا، وازداد حجم التجارة الخارجي، والتي لعام 2015 بلغت 3.5 مليون دولار. وأساساً تصدير جمهورية أبخازيا هو إنتاج مجمع من الصناعات الزراعية، وتعتبر المنتجات الغذائية ومواد البناء من أهم الواردات في أبخازيا. على الأراضي أبخازيا اليوم يوجد 6 مصانع لإنتاج المنتجات السمكية. وجبة السمك والدهون، وحجم الإنتاج يومياً 4000 طن. ومن أهم الموارد الاقتصادية الرئيسية في البلد المنتجات والسياحة، حيث في السنوات الأخيرة تم تطوير قدراتهم بشكل حيوي خاص في المنطقة الترفيهية المعروفة مثل غاغرا وبيتسوندا ونوفي أفون. ومن أهم المواقع السياحية والأكثر شعبية من أبخازيا هي كهف نوفي أفون الشهيرة، بحيرة ريتسا الفريدة. الزراعة فرع تقليدي من اقتصادنا، حيث تعتبر أبخازيا بلد منتج من المنتجات الزراعية عالية الجودة وصديقة للبيئة. أبخازيا تنمو النباتات الحمضية على نطاق واسع، البرتقال والليمون، وبالإضافة إلى ذلك البرسيمون الأبخازي والبندق والجوز والشاي والعنب.
ومصانع النبيذ والفودكا التي تعمل على أراضي الجمهورية. الطاقة هي فرع واحد من الاقتصاد، ويوجد في الجمهورية 120 نهراً بطول يزيد 5000 كيلومتر، ومعظمها تيارات جبلية سريعة، وهذا يقلع ظروف مواتية لتنمية الطاقة الكهرومائية الصغيرة. وتعتبر شركة إنغوركيس أهم منتج للطاقة الكهرومائية في أبخازيا، وهي أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في منطقة القوقاز. والعملة النقدية في أبخازيا هي الروبل الروسي، وقد أنشأ نظام الدفع الوطني في الجمهورية الذي يوفر بشكل موثق التوسية الدولية الغير النقدية والمستوطنات داخل البلد. وتشهد أبخازيا فترة من الانتعاش والنمو الاقتصادي النشط مع تهيئة شروط إضافية لجانب الاستثمارات. ويعتبر قانون الإنشاط الاستثماري قانون التشريعي الرئيسي الذي يحدد الأساس القانوني والاقتصادي لسياسة، فضلاً عن إنشاء ضمانات للحماية المتساوية لحقوق المصالح متكاملة المشاركين في الأنشطة الاستثمارية. أحد أهم مزايا الجمهورية هو إمكانية وصولها إلى وسائل النقل، حيث يبلغ طول خط السكك الحديدية 221 كيلومتر على طول أراضي أبخازيا بأكملها. الطريق السريع له هيكل محوري على طول ساحل البحر يبلغ 200 كيلومتر. كما يوجد في أبخازيا مطاران، مطار سخوم الدولي فلاديسلاف أرزنبا ومطار بامبورا. ويوجد في أبخازيا 3 موانئ شحن يبلغ إنتاجها من 100 إلى 500 آلاف طن سنويا. والإضافة إلى الشحن هناك 3 محطات أخرى لنقل الركاب بسعة إجمالية تصل إلى 70,000 شخص، وهي موانئ سخومي وتشمشيرا وبيتسوندا.